مشاهدينا، كان عرضا شيقا ورائعا لفقرة سوشيلها مع الزميلة سعاد. بانتظاركم وأنتم دائما على موعد كل خميس بأن تكونون بصحبة آخر الهاشتاجات وآخر التطورات التكنولوجية التي آلت إليها الحالة الفلسطينية، وهذه الفقرة الرائعة بكل يوم خميس. إذا مشاهدينا، هذه الفقرة الختامية والتي بصحبة فنان فلسطيني تألق بصوته الجميل والندي لتوصيل القضية الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية. يغني بكل المجالات وبكل الألوان، له طموحات كبيرة وله أهداف ومجالات كثيرة ينوي الدخول إليها. نتحدث عن هذا الطموح مع المغني الشاب الفلسطيني غسان البودي. أهلا وسهلا فيك غسان. صباح الخير. صباح الورد عليك كله. بالبداية وقبل أن نسمع إلى صوتك الجميل مثل ما سمعت، نريد أن نعرف من يكون غسان البودي بطاقة تعريفية نوجهها للسادة المشاهدين معنا في هذا الصباح. أنا الفنان غسان البودي، سكان بيت لاهيا. أهلا وسهلا فيك. دائما متألقين عندنا سكان الشمال، والشمال دائما يزخر بالمواهب الفلسطينية بكل المجالات وبكل الألوان. نريد هيك استباحة جميلة للمشاهدين نقدمها إليهم، ثم نعود لنكمل الحديث الصباحي معك. أوكي، نقول دليل احتار. نعم. ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك. ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك. دليلي احتار، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول. تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول. تقول انت انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام. تقول انت انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام. ولما القرب يجمعنا افكر في زمان بعدك. ولما القرب يجمعنا افكر في زمان بعدك، واخاف انت يفرقنا وقاسي الوجد من بعدك. واخاف انت يفرقنا وقاسي الوجد من بعدك. وبين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك. دليل احتار، دليلي احتار وحيرني. حيرتنا معك يا غسان، ما شاء الله على جمال وقوة صوتك. غسان، بداياتك ودخولك في المسيرة الغنائية متى كانت؟ والله من صغري تقريبا، وانا صغير من الابتدائية يعني كنت اغني دائما. فاكر اول موقف غنيت فيه والناس انتبهت انه عند غسان في صوت غنائي رائع؟ كنت تقريبا في السادسة الابتدائي. والاغنية اللي غنيتها او دندنتها هيك كانت مسابقة على مستوى الشمال في المدارس، اخذت فيها المركز الاول. كانت كل المدن بتنام لهاني شاكر. الله، فاكر الموقف. اول ما غنيت هاي الاغنية رد فعل الناس اللي سمعتك في المسابقة؟ انبسطت يوم، شجعوك انه أكيد. تستمر. حتى يعني انصدم، قالوا يعني موهبه ما شاء الله، ولد صغير يعني كنا صغير طبعا ولد صغار. مرحله الابتدائيه. يعني ولد صغير بغني، انا بغني يعني بالطريقه هاي. انبسطوا. كان من ضمنهم رمزي داوود لجنة حكم، يعني معروف. ما شاء الله عليك، يعني اكيد الموهبه بدات بها منذ الصغر والان ترعرعت بداخلك. طيب، قبل ما نكفي حديثنا بدنا نسمع كمان شيء من صوتك الجميل. شو محضر؟ نقول لو كنت غالي عليك لهاني شاكر. تفضل. فعنك بلاقي حنان حنان، قربني منه كمان. خلينا أعيش ليالي
نسيني أي مكان، نسيني أي زمان، زمان أنا عشت قبلك فيه، فعنك بلاقي حنان، قربني منه كمان كمان، خلينا أعيش لياليك. نسيني أي مكان، نسيني أي زمان، زمان أنا عشت قبلك فيه، خليني أمشي بلاد جوا العيون السود. يا ابوي يا ابوي أنا عندي ليك أشواق ملهاش يا عمر حدود، لو كان هوايا هواك وحكاية عايشة معاك، لو كان هوايا هواك وحكاية عايشة معاك، تشغلني ليه وياك يا حبيبي وانا روحي ملك ايديك، لو كنت غالي عليك. يعطيك ألف عافية. غسان، خبرني حضورك في المجتمع الفلسطيني، كيف حضورك؟ يعني عم بتشارك في معارض، في مهرجانات وطنية، مناسبات وطنية؟ صحيح، لما بكون امسيات مثلا بتكون مثلا في، انت بتعرف، في مناسبات سنويه مثلا زي راس السنه، بكون الاعياد، بكون دائما في الموفنبيك متواجد. صحيح. رد فعل الجماهير الفلسطينية لما بتسمع الفنان غسان وقت بغني؟ والله انا لحتى الان يعني اللي تعرفت عليهم وكنت اغني ناس طيبين ومحترمين، يعني بيقدموا الدعم، يعني زي الاستاذ اكرم حسن، رامي عكاشه، يعني ناس، اياد البودي فنان ما شاء الله عليه، يعني والاستاذ اكيد الشاعر، بنساش الشاعر الفلسطيني باسل رضيه اللي مقدم له كل الدعم، هو والاستاذ برضه الشاعر الملحن يوسف عوض الله، بقدم لهم كل التحيه والاحترام هنا. كل تحية طبعا لكل فنانينا الفلسطينيين. غسان، يعني شو جديدك خلال الفترات القادمة؟ يمكن خبرتنا انه عم بتشارك في معارض، مناسبات صحيح. وطنية، بتفكر مثلا انه تشارك في برامج بتدعم هاي المواهب؟ هو انا في الاصل كنت في برامج، كنت في برنامج ارب ايدل بعد ما فاز محمد عساف، شاركت فيه هو اختاروا اصوات، كنت من ضمن الاصوات اللي ترشحت للبرنامج. بس جميل. كان يومها، كان يوم 17/3، كان يوم المسخره عند اليهود اعتقد، او عيد المسخره، ما قدرناش نطلع فراحت علينا، وبنحاول لحتى الان. كنت السنه اللي فاتت كنت بدي افوت عن طريق معبر رفح اللي هو مصر، فما كانش نصيب، برضه المعبر كان مسكن، تعرف الظروف في قطاع غزه كيف. صعبة بالضبط شوي. صحيح. كيف بتشوف واقع الفنان الفلسطيني هون؟ والله هو اسمعي، بالنسبه لغزه فيها فنانين يعني كثير، في مليون مثلا محمد عساف، في مليون غسان البودي، ما شاء الله، في يعني اصوات فخمه، بس مش ملاقيه مين تدعمهم. يعني الفضائيات مثل حضرتكم والفضائيات الاخرى، يعني انتم يعني بتشكلوا عنصر مهم اكيد في انه طبعا. يعني شهرة الفنان او انه يقدم صوته للناس. على الأقل إنه ياخذ فرصته صحيح. في الحياة. إحنا يعني دائما بنخصص معنا الفقرة النهائية غسان حتى نبرز شو عندنا مواهب جميلة، وما شاء الله يعني فلسطين إجمالا عم تزخر بهاي المواهب الجميلة. شو محضر نسمع كمان؟ نقول وطني. يلا وطني أكيد. موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما بعدنا وتغربنا، موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما بعدنا وتغربنا، مهما الأيام تقسى الأيام، مهما الأيام تقسى الأيام، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله 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 يا بلدنا، يا وطني نحن أحبابك، نحن أحبابك، ما منبدل بالذهب ترابك، نحن أحبابك، علمنا العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا، علمنا العالم بكتابك وحروفك بالنور كتبنا، مهما الأيام تقسى الأيام، مهما الأيام تقسى الأيام،
على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا، على حبك نحن توعدنا. الله 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 يا بلدنا. يعطيك العافية. غسان، خبرني أكثر المجالات والألوان الغنائية يلي بتلاقي نفسك فيها أكثر، صوتك قريب للناس أكثر. والله اسمع، أول فنان لازم يكون كل شيء بيغني. أنا بغني في كل شيء، بغني كل شيء، بغني الحديث، بغني الخليجي، بغني الجدود الحلبية، بغني الطربي. يعني حتى في كردستاني دامجوا بطربي، يعني بطربي طبعا. كردستاني بالطربي جديدة هاي جديدة، إنه شيء جديد، فنان فلسطيني. يعني الواحد لازم يكون شامل ومحضر نفسه لكل محضر شيء. حاله لكل أكيد شيء طبعا. ممكن انه يواجهه مستقبلا. طبعا. بدنا نسمع كمان شيء من صوتك، لانه انا حريصه انه مشاهدينا كمان يستمتعوا بهذا الصوت الجميل والخامه القويه اللي عندك. طب نقول صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني، وما دام كتمنا الهوى يا كتر منعاني. صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني، وما دام كتمنا الهوى يا كتر منعاني. عايز اقول لك بحبك بس منعاني، يا هل ترى يا جميل لو قلت لك تقبل ولا تسوق الدلال وتسيبنا بنعاني. أحبابنا ما زلنا، أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا، فاتحين منازلنا يمكن يزورونا، يمكن يزورونا. وقعدنا نستنى، قعدنا نستنى نطلب ونتمنى، ولا جم يشوفونا، لا جم يشوفونا. مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله. الله الله عليك يا غسان، يعني امتعتنا وامتعت يعني كل الساده المشاهدين. انا اكيد انه مبسوطين بهاي الموهبه الجميله والفنان غسان. يعني خبرني، في تواصل بينك وبين فنانين فلسطينيين سواء كانوا متواجدين داخل غزه او خارجها؟ اكيد طبعا. في مثلا صديقي جورج ثلجيه، وفي صديقي يعقوب شاهين اللي مشارك بعرب ايدل الان، وفي طبعا انت بتعرف من غزه في الشاعر الملحن يوسف عوض الله واكرم حسن، كل الاحترام لهم، والشاعر باسل الرضيع، في رامي عكاشه وعبد الكريم عكاشه، كلهم بعرفهم هذول يعني اصدقاء لي. مهم جدا انه يكون الفنان متواصل مع اصدقائه وزملائه من الوسط الفني. شو بضيف لك هذا الشيء؟ خاصه مثلا لما احنا مثلا يعني بتقدر الواحد يستفيد من انسان مثل اكرم حسن. يعني انت بتستفيد خبره، كيف حضوره على المسرح ما شاء الله عليه. يعني انا لما بكون انا في بدايه يعني مشواري، لما مثلا احضر له حفلات اقعد معه، اكون مثلا في عازف برضه كمان يعني من افضل عازفين الكمان على مستوى فلسطين في صلاح ابو حمد، لما شرف لك انك تقعد معه، يعني تستفيد منه خبرته. انسان متواضع جدا بحب يقدم كل شيء كويس يعني للفنان الفلسطيني. اكيد كل تحيه لهم. غسان، بدنا نسمع كمان شيء، نغني حديث كده لزياد برجي. يلا ما بيستحوا ما بيستحوا بعض، عم يذبحوا بعض، عم يجرحوا بعض. لا الدنيا مش هيك، حلو الدنيا وهني خوف على بعض، قلب على بعض. هيك الحقيقة هيك، ليش البشر صاير قلب حجر؟ يعني
بالمختصر يا دمعة عيون ارجعي، بأي تمن بيبيعوا ويشتروا بعض، يكفي حزن يا عيني لا تدمعي. اللي بيزرع حقد، اللي كيف بيحصد ورد، اللي وكيف بيقدر على مخدي غمض عيونه. اللي بيسرق بلد، اللي كيف بيحمي أرض، اللي وإن أمنوا على الحق كيف قادر يخون. ليش البشر صاير قلب حجر يعني؟ بالمختصر يا دمعة عيون ارجعي، بأي تمن بيبيعوا يشتروا بعض، يكفي حزن يا عيني لا تدمعي. كلمات جميلة وأكيد لها معاني ودلالات عميقة. طبعا. يعني نستغرب كيف صار فينا الزمان والحال، كيف الناس اختلفت والأجواء صحيح. اختلفت، بطلت زي الأجواء اللي بنسمع عنها من آبائنا وأجدادنا. حتى كيف أنا كانت؟ له أغنية يعني إن شاء الله في القريب العاجل بتحكي عن الناس. يعني حيكون كفيديو كليب للفنان غسان إن شاء الله كده. إن شاء الله. ممكن نسمع منها مقطع ولا هذا ننتظر الفيديو كليب لما يخلص؟ والله هي من ألحان الأستاذ يوسف عوض الله وباسل راضية مشتركين معه. هي ألحان يعني قوية جدا، طربية ما شاء الله عليها. هي بتحكي زمن العجايب. جميل. حتسمعنا مقطع ولا نستنى؟ مشكلة نسمع مقطع صغير كده يعني تشويق للمشاهدين. والله يا قلب عشنا وشوفنا زمن العجايب، زمن غيروا وشوشنا والعين علت على الحاجب. والله يا قلب عشنا وشوفنا زمن العجايب، زمن غيروا وشوشنا والعين علت على الحاجب. والخير هاجر عشوشنا، ده الخير هاجر عشوشنا، والغايب بقاله نايب. والله يا قلب عشنا وشفنا زمن العجايب. عشنا وشفنا فعلا. يعني كلمات رائعة غسان. ما شاء الله عليك. أنا حريصة إنه نختم بأغنية قبل ما نقفل معنا هي الفقرة. شو رأيك تسمعنا شيء هيك؟ راح نغني أهو ده اللي صار لسيد درويش. يلا تفضل. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخير بلادنا ماهوش بإيدنا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخير بلادنا ماهوش بإيدنا. قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها بقى لوم عليا. مصر يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. مصر يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. خلي بالك من عيالك دول أنصار القضية. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. وبدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد. وبدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي وقوم نجاهد. واحنا كنا لكل واحد والايادي تكون قوية. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق
مالكش حق تلوم عليا. الله الله على جمال صوتك، يعني الله يحمي لك هالصوت. واحنا بنفخر بكل الفنانين الفلسطينيين اللي لهم القدره فعلا انه يوصلوا بهاي الرساله النبيله وهي الرساله الانسانيه لكافه المستويات. يا غسان بتمنى لك توصل لكل تحقيق احلامك وطموحاتك ان شاء الله. هل من مزيد؟ مجهز حالك لمزيد؟ عادي. احنا سعيدين جدا بهذا ما بعرف اذا معنا كمان وقت مخرجنا العظيم، اذا في معنا وقت. على أي حال إحنا بنستقبلك إن شاء الله بلقاءات تانية ونشوف شو جديد الفنان غسان البودي. شكرا لحضورك اليوم. وبالتأكيد الفنان الفلسطيني هو علم ومفخرة لكل الفلسطينية، يرفع الراية الفلسطينية أينما حل وأينما وجد. مشاهدينا بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية صباح الكوفية لهذا اليوم. تقبلوا بالنهاية تحياتي وأمنياتي الطيبة ومن فريق العمل لكم خالص التحايا. كونوا دائما بألف خير، نهاركم سعيد وويك اند سعيد كذلك. إلى اللقاء.